رئيس بينتمي إلى جماعة الإخوان، أحداث كثيرة في خلال 6 شهور من 2013، وبعدين ثورة قال عليها الإخوان وجماعتهم إنها انقلاب، وبعدين أحداث إرهابية كثيرة، وبعدين قانون بيصنف هذه الجماعة بشكل قانوني على إنها جماعة إرهابية. أحداث كتير جدا في 2013. هنحاول أن نناقش هذه الأحداث ما بين وجهتين نظر مختلفة. معايا الأستاذ رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق وسكرتير عام حزب الغد. أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم. معايا كمان الأستاذ عبد الرحمن سعد، عضو حركة صحفيون ضد الانقلاب. حضرتك طلبت إنه ده يكون التايتل الخاص بحضرتك. ده فعلا اتفقنا عليه من البداية، صحفيون ضد الانقلاب. وانت حاطط التايتل الثاني ما اتفقناش عليه. طيب التايتل الثاني هو كان عضو تحالف دعم الشرعية، وحضرتك شايف إنه مش ده التايتل المناسب لحضرتك، لكن انتوا اللي اخترتوه. لكن حضرتك التايتل عضو حركة صحفيون ضد الانقلاب، ده اللي متفقين عليه. طيب بس على يعني هقف مع حضرتك لحظات عند هذا التايتل الخاص بحضرتك صحفيون ضد الانقلاب. هل ما زال في يعني صحفيون ضد الانقلاب؟ هل ما زلتوا بتتحدثوا عن انه في انقلاب وعن انكم مكملين كصحفيين رغم انه اصبح في قانون للارهاب بيجرم كل من يساند، واكيد حضرتك عارف كل من يساند هذه الجماعه من قريب او من بعيد، وبالتالي انتوا صحفيين ضد الانقلاب، يعني انتوا بتساندوا هذه الجماعه، ولا هذا القانون يعني انتوا يعني لا تعتروه اي اهتمام؟ طيب أنا شاكر وممتن لاستضافتي في هذه شرعية ومنتخبة. نيجي لحركة صحفيون ضد الانقلاب، زي ما حضرتك إعلامية شايفة أنك أنت مع ما يسمى بالثورة أو بتعتبريش أن ده انقلاب، إحنا بنعتبر أن ده انقلاب. حضرتك تعتبر الحاجة تعتبره، أنا بعتبر إيه ده مش موضوعنا. لا ننتمي الإخوان، إحنا نحن اسمنا صحفيين ضد الانقلاب مش مع الإخوان، عشان بس أنت ارتكبتي خطأ، قلتي إن إحنا صحفيين يبقى معنى كده إن إحنا مع الإخوان. أنا قلت كده؟ حضرتك أنا قلت لحضرتك وفقا لقانون الإرهاب كل من يدعم فكر الإخوان المسلمين بيعتبر إرهابي، وأنتم كصحفيين ضد الانقلاب بتؤيدوا مرسي. يعني حضرتك عايز تفهمني حضرتك ده قانون ولا قرار؟ ده حضرتك سميته قرار. لا هو ده قانون. يعني دكتور حازم ببلاوي مش انا سميته، ده هو اسمه كده، ده مش قانون. حضرتك سميته دكتور قرار. حازم ببلاوي ما طلعش قانون، مش من حقه. طيب انا عايزه بس ارد على كام حاجه قبل ما اروح ليست لها شرعيه، حكومه معينه في ده رجب بدايه حرب اباده على حميدة فئه من المصريين. لك السؤال، لا بسأل حضرتك كيف ترى اعمال العنف الدعائي؟ انا اعرض كيف ترى انت مش هتحوليها لدعايه، انا مش هتحول لاداه للدعايه ليكم. كيف ترى ما يحدث في الشارع؟ ده ابسط قواعد عملي كصحفي. كيف ترى ما يحدث في الشارع المصري؟ ده سؤالي. كويس، هتجاوبني على سؤالي. كويس. بقى لنا 6 شهور، 3 يناير اللي جاي هنكمل 6 شهور من حدوث الثوره الشعبيه العظيمه بتاعتكم اللي انتوا عملتوها، اللي اقصى التيار كامل كان بيمارس الحريه والديمقراطيه. تمام. في السجون وفي المعتقلات وبتمارسوا ضده عنف. النهارده اي واحد يتكلم او يعرض رايه، انا ليا زملاء صحفيين، صحيفه لسه مغلقه امبارح بدون اي وضع دستوري او قانوني يتم اغلاق الصحف، يتم قتل الصحفيين، يتم قمع الاراء. طب على فكره حضرتك على الهوا، يعني حضرتك على الهوا وبتقول رايك على الهوا. يقال اننا حافظون وانتوا اللي حافظين، ويتقال ان احنا جايين نمرر رسائل لمين؟ على الهوا بتتكلم على الهوا. رسائل لمين؟ طيب رسائل للشعب المصري على الهوا. من حق اوصل رسائل للشعب المصري على الأصوات. ان ما يحدث الان هو تضليل اعلامي. قناتكم احدى قنوات هذا التضليل الاعلامي. ولماذا قبلت ان تاتي في هذه القناه؟ عشان من خلالها لا لماذا قبلت ان تاتي الى قناه من قنوات التضليل الاعلامي؟ جيت ليه؟ عشان استغل المساحه دي، ان تستغل المساحه دي. انا ما قلتش حاجه غلط، حضرتك بتستغل وجودك هنا عشان تبرر رسائل. اتفضل. هو الاستاذ عبد الرحمن من حقه ان يعبر عن رايه كما شاء وكما يحب. ليه؟ لان دي قناعاته الفكريه وايديولوجياته، وجاي بقناعه، وانت حضرتك هنا كقناه بتعرض الرايين، وليس لك ناقه ولا جمل، لا انت ولا القناه بتاعتك، الا الشعب المصري يعرف الحقيقه.